بدون ما أي حد يلاحظه. بس للأسف المطرقة اتكسرت والحراس شافوا من بعيد، وبالفعل القتال ما بين الحراس وبويكا وتربو بدأ. وبويكا مسك الحراس وروق عليهم باستخدام الفنون القتالية المختلطة، أما تربو فتعصب عليهم وكسر عظمهم بمهارة عالية جدا بسبب اللي هم عملوه، ولكنهم قدروا يغفلوه وكانوا هيدمروه تماما لولا ان بويكا انقذ حياته على اخر لحظة. وبعد كده سرق المفاتيح من واحد منهم لفك السلاسل، فتربو استغل الفرصة وجري وسط الغابة. أما بويكا فدافع عن نفسه لآخر نفس وأخد ضربة في وشه وفقد الوعي، ولكنه أول لما فاق فاتفاجئ بريزو منظم البطولة ومدير السجن، وهم بيقولوا له إنهم هيعلموه الأدب بسبب اللي عمله. فبويكا قال إن جاجا هيدافع عنه، بس المفاجأة